بسم الله الرحمن الرحيم. احنا النهارده فين؟ احنا النهارده في بهدت. ايوه، ادفو كان اسمها بهدت. وذلك احنا عندنا حورس بهدتي، حروار بهدت. ايه هو؟ عبارة عن قرص الشمس المجنح. ده كان اللقب بتاعه حورس بهدتي، حور بهدت. حورس كان اسمه طبعا، احنا عرفنا في العصر اليوناني الروماني، في عصر حكم اليونان والرومان، تصحيح العبارة، في عصر حكم اليونان والرومان. المعبد اللي احنا فيه ده حكم اليونان فقط، بس على أنقاض المعبد الفرعوني. طبعا هنا في ما بين 237 قبل الميلاد لغاية 59 أو 57 قبل الميلاد. ده المعبد ده اتبنى بالشكل ده. عندنا حورس اهو اللي هو الصقر. بص كده. انا عرضت قبل كده فكرة حورس المكشر. بص كده، مكشر. هتلاقي تماثيل الصقر مكشر. ليه مكشر؟ يعني هو في الحرب بتاعه ضد عمه ست، ماشي. في أثناء الحرب عينه اتخلعت، يعني أحد عيون حورس، الصقر حورس أو المعبود حورس، خلعها ست. فحتحور عملت له الماجيك آي اللي هي الوجات، وحطها مكان العين اللي فقدت، وكمل الحرب وانتصر على الست. طبعا ست كان معبود الشر اللي هو اغتال أخوه أوزوريس. فكان هنا حورس جاء المنتقم لأبيه هنا في بهدت، ورجع عرش أبوه. فهنا حضرتكم بندي فكرة، تلاقي ايه؟ تماثيل حورس مكشر، لأنه المعركة الأسطورية اللي قامت ما بينه وما بين ست. وطبعا هو غضبان يعني الايه لموضوع عمه ده اللي اغتال أبوه. الفكرة كلها كانت غضب في غضب، فهو مكشر يعني ايه؟ موري العين الحمراء كده، يعني عين الغضب، غضبان. ولذلك لما تسأل ليه حورس مكشر، تقول فكرة الانتقام لأبيه، وإنه أي عدو في العصر الفرعوني، كان أي عدو مباغت لمصر أو محتل لمصر كان يحطوه في مكانة ست. كان في مكانة ست اللي هو اغتال أخوه أوزوريس. ولذلك الكشيرة دي أو نظرة الغضب من حورس دي حاجة تدل على غضب المعبود حورس من عمه ست، وغضب المعبود حورس من أي حاكم أجنبي يحكم مصر. وطبعا ما ينفعش أبدا الفنان المصري الأصيل، لأنه الإيد اللي عملت الكلام ده كان إيد مصرية فرعونية، إنه يوري الابتسامة في أي أثر من الآثار اللي هي ترجع لعصر حكم فترة حكم اليونان والرومان في مصر. مفيش ابتسامة، في غضب، ماشي، لأنه الناس أو الشعب في ذاك الوقت كان غضبان من حكم الأجنبي تجاه مصر. فكان مقر العاصمة في اسكندرية، وهنا حورس مكشر. شكرا جزيلا، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.